يكون في عون في الناس اللي انا قاعد معاها في الاوضه ديت. مده طويله قوي. كنت فاكر ان المده هتبقى يومين، والطقوس اللي في الاوضه عندي مخده الانسان البدائي والاشكال اللي على الحيطه اللي بدات تتحرك واللي بيجي يقعد يقول لي تذكرتك، كل ده كنت فاكره انه هينتهي في يومين وان هتبدا حياه جديده في الاوضه. بس للاسف الشديد انا مش قادر استحمل اكتر من كده. كل يوم حاجه بتستذوق. الحروف ضاعت مني كمان. بحس ان نهايتي هتبقى هنا. بس لا، انا مش هستسلم. ايوه مش هستسلم. في حاجات كتيره قوي مستنياني. انا الاوضه ديت هعرف اهرب منها. انا قاعد هنا في اوضه تانيه جنبهم، والناس اي نعم انا عارف ان انا تقيل على قلبهم، كل يوم واحد يرميلي بالكلمه، بس ناسي مقدره انهم لو كانوا قعدوا في الاوضه اللي انا قاعد فيها كانوا عرفوا كويس قوي ايه هي الاوضه رقم 4 وايه اللي حصل فيها. الاوضه ديت فيها طقوس غريبه، فيها حاجات غريبه. بحس كده لما بدخلها شعوري لما بدخل الهرم الكبير او الهرم الصغير او الهرم المتوسط. خوفو خفرع من قورع، يعني اسمه ايه؟ اسمه يا لهوي معلومات التاريخيه راحت، يا نهار ابيض زي بعضه. احسن حاجه اعملها افتكر حياتي. يمكن الاقي حاجه تخص المخده والاشكال ديت. المخده ديت من عصر الفراعنه، فبالتالي الاشكال ديت برضو ملك وملكه فرعوني، يبقى اكيد في ارتباط بينهم. انا فاكر ان من فتره رحت الاهرامات، ايوه، وكان يوم لا يعلم به الا ربنا. اول ما دخلت افتكروني سايح. واحد قال لي حنطور يا باشا، قلت له انا مصري. قال لي عشان مصري هكرمك يا ابن البلد. قلت له بكام الحنطور؟ قال لي ب 20 جنيه. قلت له انت كده بتكرمني ابن البلد؟ قلت مش مهم، اهي اول مره اروح فيها، خلينا نشوف ايه اخرته. ركبت الحنطور، كنت متخيل بقى بال 20 جنيه ديت هركب الحنطور والف واروح يمين وشمال. لقيت على راي امينه هركب الحنطور واتحنطر. انا ما اتحنطرتش، انا مفيش 5 متر. قال لي هو دوت البوابه. قلت له هو دوت؟ قال لي على قد فلوسك، لو عايز بقى الففك الاهرامات كلها وابو الهول واوديك وادي الملوك واوديك ادفع تاني. قلت له على ايه؟ مع السلامه. مفيش. نزلت من هنا مفيش ربع ثانيه لقيت اللي بيقول لي جمل يا بيه، جمل. فقلت له انا والله كان نفسي اركب الجمل. قلت له مفيش مشكله، جمل. قال لي انت مصري؟ قلت له ايوه انا مصري. قال لي هكرمك علشان انت مصري. طب قلت له هتكرمني بكام؟ قال لي الجمل ب 60 جنيه. يعني هلففك لفه كبيره. قلت له 60 جنيه وهتكرمني عشان مصري؟ قال لي ايوه. قلت له ماشي يا عم الحاج، مفيش مشكله، اهو يوم هيعدي. قلت له طب بص خلينا في النص، اخده منك ب 50. لا والله ده واقف عليا بكتير يا باشا، ده اكل عيش. قلت له يا عم خليها ب 50 ومش مهم. قال لي يلا بسرعه خليها بخساره. جاب لي كده واد صغير وقال لي هو ده اللي هيمشي بالجمل، بس تبقى تكرمه بحاجه يا باشا. قلت له ماشي يا عم. ركبني الجمل. انا كان ممتع جدا. كنت انت واقف كده ماشي فوق كده والناس شايفاك كده وقاعد ماشي كده. اي نعم بتحقق منه كذا مره بس مفيش مشكله، المهم هو بتبقى دافع 50 جنيه. كل شويه وقفه وخليه يصورني. لقيته مفيش 5 دقايق ورجعني تاني. يا عم هي دي اللفه اللي انت هتلففني الاهرامات كلها؟ هم الاهرامات 5 متر. مفيش. قال لك هي دي ماشي، لو عايز بقى لفه ثانيه لففها لك بالحصان. قلت له لا يا عم ولا حصان ولا حمار، انا همشيها بطريقتي. حد ماشي بقى يقابلك حصان اركبه، يقابلك يقابلك بتاع جمل تاني يقول له والله لسه راكب جمل. يقول لك يا عم مفيش مشكله، الجمل اللي انت راكبه ده وداك في حته، انا بقى هوديك في حته ثانيه. فضل الحال دوت، وابن البلد طلع من الاهرامات من غير ولا مليم. انا خدت موقف ورياكشن طبعا. قلت لو رحت الاهرامات دي تاني هيقابلني بتاع الحنطور يقول لي حنطور يا باشا، هقول له انا اتحنطرت قبل كده. هيقابلني بتاع الجمل هيقول لي جمل يا باشا، هقول له انا اتجملت قبل كده. انا مش عارف انا. ولا بتاع الحصان لو قابلني هقول له انا اتحصنت منكم يا ولادي. ولا بلاش، مش كانت كل حاجه بارادتي. في السن ده في اليوم دوت انا رحت كده ناحيه الهرم الوسط خفرع، لقيت نقوش على الحيطان. قعدت مركز فيها جامد، حسيت بحاجه كده لمست روحي. فالحادثه دي حصلت لي وكده حصل لي حاله اغماء يعني خفيفه، جزء من الثانيه.
فقت على كلام اجانب، اوه واو، طبعا كنت فاكرهم بيقولوا واو عليا، انا كنت فاكر انا ايجيبشن بقى وكده، طلعوا بيقولوا واو على الحجر. الحجر عجبهم وانا ما عجبتهم، بس مفيش مشكله، يلا مفيش مشكله. لما جيت هنا الاوضه بدات حكايتي مع اوضه رقم 4، وخدت الانسان البدائي والاشكال والحاجات دي. فيا ترى هعرف اهرب من الاوضه ديت واعرف ارجع منها؟ انا عايز ارجع منها عشان اجيب الفلوس، سايب فيها 30 جنيه و30 قرش، مش عارف اجيبهم خالص ومش عارف ادخل، ولا هدومي انا ما بستحماش خالص. يا اخوانا دي رساله انا بوديها لكل الناس، اللي يعرف يساعدني ويعرف السر بتاع الغرفه رقم 4 يجي ينقذني، يا اما كده يا اما هروح في بيس. الله يخرب بيتكم كلكم. انا هو ده احسن حاجه. هو ده قبل ما الناس بتوع الاوضه يجوا، ساعتها لو جم هيقعدوا بقى يدوني كلمتين في عظمي، لما اكون نايم اسمعهم وانا نايم احسن.